السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله نقدم معكم واحد الميني بسبوسات كيجيو رائعين بالفينو وبيضة واحدة، يعني ما تحتاجي لا تخرجي لا تمشي تقداي لا تمشي تسخري، وكيوجدوا رمشة العين. نتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم ان شاء الله. كيف كنتمنى من اي واحد شاف القناة ديالي اول مرة انه يدعمني ويدير اشتراك ويفعل زر الجرس باش يتوصل بجديد الوصفات، وعلاش اللي عجبوه الوصفات يبارطاجيهم مع الحباب والاصدقاء. هانتوما كما كتشوفوا راه كيجيو من اروع ما يكون، ما كيحتاجوا لا مقادير كتار لا حتى شي حاجه. بسم الله وعلى بركه الله غادي نبدا. غندير بيضه وحده، غنزيد عليها واحد نصف كاس ديال السكر حبيبات، وغادي نزيد على واحد ساشي ديال الفاني. وبالنسبه للقياس فهو بكاس العنبه طبعا. صافي هنا درت واحد الرشه ديال الملحه. صافي غادي نخلط كلشي حتى يذوب لينا داك السكر، غير واحد الدقيقه ولا ما كاملاش. المهم غادي نخلط كما كتشوفوا. انا الفيديو كاع ما قطعته معكم باش عارفه انها دغيا دغيا سريعه، ما كتعطلش وما كتاخذش الوقت. صافي كما كتشوفوا هنا راه واحد 30 ثانيه فقط فاش خلطتها. صافي غادي نجي دابا نزيد الزيت، غادي نزيد ندير واحد نصف كاس ديال الزيت، وغادي نعاود نخلط دغيا. وغادي نجي نزيد ان شاء الله واحد كاس الا ربع ديال اللبن. ممكن ديروا اللبن، ممكن ديروا الياغورت، وممكن ديروا كاس الا ربع ديال الحليب وزيدوا عليه واحد المعلقه ديال الخل، كيعطيو هادو نفس النتيجه. انا هنايا درت عندي اللبن، درت اللبن اللي توفر عندكم نتوما ديروه كما قلت لكم، يعني راه اللي عندكم في الدار غادي تخدموا به. صافي هنايا خلطت. غادي نجي دابا نزيد الفينو، دقيق الفينو وخميره الحلويات. بالنسبه لدقيق الفينو غادي ندير واحد 2 كيسان ما عامرينش، هانتوما كما كتشوفوا ما تعمرهمش حتى الفم. درت الكاس الاول، غادي نخلط وغادي نزيد الكاس الثاني اللي حتى هو بداك القياس، يعني راه ما عامرش، هانتوما غادي تشوفوه معايا. صافي غادي ندير كيس ديال خميره الحلويات وغادي نخلط كلشي. وكما كتشوفوا راه غادي يجينا الخليط اللي هو ماشي خفيف بزاف وماشي ثقيل، يعني خصو يكون بين وبين. المهم نتوما غير تبعوا هاد المقادير اللي عطيتكم راه غادي يجيكم الخليط بحالي. طبعا دقيق الفينو راه تكون نوعيه اللي مزيانه، ما يكونش هذاك اللي كيكون كحل، يعني يكون صفر. صافي انا هنايا غير مزجتها غادي نحطها على جنب، وغادي ناخذ ليمون الصغار ديال بحال هذا الشكل، المهم ديال لي طارت، ولا ممكن ديروا تا يعني مول كبير ولا لاطا اللي توفر عندكم، ماشي بالضروره. غير هادو كيجيو هكا يدبينو صغار وكيجيو في الشكل ديالهم زوين وصافي. هذا هو الفرق، اما المذاق راه بحال بحال والنتيجه نفسها. هنا دهنتهم بشويه ديال الزيت، نحاول ندهن الجناب مزيان باش ما يعني باش ما تلصقش ليا. صافي غادي ندهنهم كاملين. وبالنسبه اللي بغات كميه يعني اكثر تضاعف المقادير. صافي هانتوما كما كتشوفوا راه كنحاول ندهن هادوك الجنيبات، حيت هادوك شويه يعني كتلصق فيهم، ماشي بحال الا كانوا سامبل اولا يعني الا درتهم في لاطه دغيا كتحيد. صافي هنا غادي نرش الفينونيت، غادي نحاول نرش في جميع الجوانب بهذا الشكل وبهذه الطريقه. غادي نستمر حتى غادي نلبس القوالب ديالي كاملين بنفس الطريقه.
ها نتوما بهذا الشكل. وكما قلت لكم يعني اللي مزروب واللي بغى دغيا دغيا يوجدها راه ممكن يديرها في مول اللي هو كبير، في مول اللي هو عائلي، ما يديرهمش في هادو اللي فرديين. صافي هنايا غادي نكون دهنت كاع لي مول اللي عندي. صافي وغادي ندوز ان شاء الله للمرحله الاخرى. غادي نخوي الخليط، غنديرهم في الاول، بعدا غادي نديرهم في لاطا اللي غادي تدخل الفران. صافي وغادي نعمرهم بالخليط. غادي ندير معلقه كبيره في كل وحده، وعلى حساب العلو اللي بغيتوهم يجيوكم عاليين، بغيتوهم يجيوكم رقاق. المهم الخيار كيبقى لكم. هانتوما كما كتشوفوا انا درتهم يعني فايتين النص، حيت فيهم غير خماره وحده، يعني راه ماغاديش يخمروا بزاف. وجاوني هما هادوك نيشان عمروا لي ليمون على قدهم. يعني بغيتيهم يجيوكم يعني غير رقاق ممكن ديروا قل. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم. غادي ندخلهم للفران، غنشعل العافيه من التحت ومن الفوق على درجه 180. المهم بحال اللي غطيبي الكيكه. صافي راه ما كياخذوش بزاف ديال الوقت، 20 دقيقه ربع ساعه على حسب الفران. بالنسبه اللي عندها الفران ديال الغاز غادي تحطهم طبعا الفوق حتى يتحمروا لبن، ولا كيتحمروا من الجناب وتهبطهم من التحت. هذا هو الشكل ديالهم ملي خرجتهم. صافي ديموليتهم من الليمون. كندير غير الموس هكا، راه تصورت اللقطه ولكن ما بانتش. كندير الموس هكا من الجناب صافي وكيتحيدوا بكل سهوله. صافي بالنسبه هنايا راه كندهنهم بالمو مربى، زدت عليه واحد المعلقه صغيره ديال المزهر، يعني المربى يكون داك جاري. صافي وكنفندهم هكا في الكوك. وهذا هو الشكل ديالهم، كيجيو زوينين بزاف، لذاذ خفاف وهشاش. وكما كشفتوا ما كيحتاجوش المقادير بزاف، وما كيحتاجوش المجهود، ودغيا دغيا كيوجدوا كما قلت لكم واحد ساعه الا ربع بحال هكاك غيكونوا يعني بطيابهم بتوجادهم بكل شيء. يعني 10 دقائق راه ما كيفوتوهمش يعني في التحضير ديالهم. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. واللي مازال ما دارش لايك، عافاكم ديروا لايك باش القناه يعني تعاود تحرك ويدخلوا مشتركين جداد ان شاء الله، ما غادي تخسروا والو. المهم انا غادي نحلها معكم، غادي تشوفوها من الداخل صدقوني كتجي رائعه بالفينو، حسن من السميده. السميده كتجي شي شويه ناشفه، هاد الفينو ما شاء الله. هانتوما راه ما سقيناها ما والو، هادو راه ما كتحتاج تسقى. بعكس ديال السميده راه الا ما سقيتيهاش راه كتجي كلها كتفرتت. هذه كتجي رطبه وهشيشه هانتوما كتشوفوها. نتمنى انها تعجبكم، والى وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.